تتمة كتاب محادثة مع الله. قال ليه وفاش غتدخل هاد التجربة غتكتشف انك دوزتي نص حياتك وانت فاقد للوعي، بمعنى انك ما كنتيش مدرك لا لافكارك ولا لهضرتك ولا الافعال ديالك، وانت جربتي نتيجة هادشي وبقيتي كتنكر ان افكارك وهضرتك وافعالك عندها علاقة بالنتائج اللي كتوقع ليك. عرفتو تيلمون بصح والله العظيم. في هاد رحلة الوعي كنسمع بزاف ديال الناس كيقولوا حقا جحيم الوعي. هو راه ماشي جحيم الوعي، هو راه جحيم الوهم اللي كنكونوا عايشين فيه. راه سبحان الله كتبقى تكتشف شي حوايج ديال بصح كيفاش كنا غاديين على اساس انا افكاري وهضرتي ما عندها حتى علاقه بحياتي. هذا اكبر وهم طحنا فيه. ولكن هاد النتائج غرضها انها تنبهك وتكون واعي وما تخليكش تبقى عايش وانت ما واعيش. شوف الاول هادشي ما غيكونش سهل، ولكن من بعد اي تحول لطبيعتك الاساسيه. ثانيه، حيت طبيعتك الاولى هي انك تكون محب بدون قيود او شروط، وطبيعتك الثانيه انك تختار وتعبر على حقيقتك بوعي. هو يقول لي نيل، المهم شوفوا هاد لابارتي، المهم دابا راه دخلنا في سطاج الوحش. هاد لابارتي سمعوها بقلبكم وما تحاولوش تحكموا. سمعوا وخليو داك ديال استفتي قلبك هي اللي خليها تخدم. قال لي نيل، الا بقيت كل شويه نقاد في افكاري ونقاد شنو نقول وشنو ندير، ما غنوليش انسان ممل وما غنكونش تلقائي وعفوي. قال لي غتكون انسان مختلف واستثنائي وماشي كاع ممل. ولو باغي حياتك تنطلق كيف ما سولتيني، تخيل حياتك بالطريقه اللي تناسب حقيقتك، وتاكد من اي فكره او كلمه وفعل ما كيناسبش حقيقتك وبعد على هادشي. وإلا لقيتي فكره كنتي مولفها ولكن اكتشفتي انها ما كتخدمش حقيقتك، بدلها وغيرها. إلا بغيتي تعاون راسك، كتب في ورقة داك الكلمة أو الفكرة اللي ما بقاتش كتناسب الحقيقة ديالك، وقرر ما تعاودش تقولها أو تفكر فيها، وديرها وصحح الأمور ديالك. هو يقول ليه نيل، هاد الهضرة اللي غيقول ليه نيل هضر علينا حنا كاملين في هاد الكوكب الأرض. هاد الهضرة فايت لي سمعتها وما عمرها ما قنعتني، حيت ما يمكنش نكون مريض بزاف ونقول انا مزيان، انا بصحه مزيانه، او ما عنديش فلوس وغاضب على شي واحد، فما يمكنش ما نعبرش على الغضب ديالي ونبتسم ونقول كلشي مزيان، لا والله لا كلشي بخير. قال له انا ما قلتلكش تجاهل المشاكل ديالك او تبين بانها ما كايناش وبانك مزيان. انا هضرت، ركزوا في هذه، انا هضرت على ردة الفعل ديالك على الاحداث يكون مناسب لحقيقتك. اذا ما عندكش فلوس فبلا ما تكذب وتقول راه عندك وتألف على راسك بانك ما ناقصك حتى خير، ولكن الوصف ديالك والشعور ديالك على الفقر انه خايب وانك شخص فاشل، لان بيان سور الشخص الناجح ما عمره ما غيكون فقير. هاد هضرتك هي اللي كتطول الفقر ديالك واحتياجك للفلوس، وغادي تحس بالاحباط واليأس وانك ما عندكش حتى شي حل. فهاد الشيء كيخلق ليك واقع المده ديالو طويله. انا وقف هادي شحال مره كنكونوا في سيتوياسيون وعارفين ان كلشي مؤقت ولكن كتطول، وحنا شنو كنسحب لينا انها طولات حيتاش صعيبه. الوغ كو طولات حيتاش انت مصنفها خايبه وانت رافضها، عليها طولات. المده سا نفو غيان دير كو حيتاش صعيبه، لا، المده كت كتقول لك بانك راك متمسك بواحد الطرف، يعني بنقيض واحد. المهم هاد لا فيديو غيشرح لكم هاد القضيه ديال النقائض، وانك ما عندكش حتى شي حل، وهذا الشيء كيخلق لك واقع المده ديالو طويله. انا بغيتك تعرف واحد الحاجه مهمه، هي ان الكون ما كيفرقش بين حالتك المزيانه وحالتك الخايبه.
هو كيشوفها مجرد حالة. على هكا بلا ما تحكم على حالتك ديال دابا. والحاجة الثانية اللي لازم تعرفها هو أن الظروف كلها والأحوال ديالك مؤقتة، وما كاينه حتى حاجة كتبقى كيف ما هي، ولكن الطريقة ديال التغيير كترجع لاختياراتك والقرار ديالك. هو يقول ليه نيل بغيت نسولك، هذه كاملين حنا هاد السؤال بغينا نسولوه، بغيت نسولك بالنسبه للقرار اللي كيبدل الوضع ديالي ديال دابا، شنو رايك؟ دابا هذا نيل كيسولو، عاد تخيلتو بحال هكا، قال ليه شنو الراي ديالك في شخص مريض وعنده ايمان يحرك الجبال، وكانت الافكار ديالو هدرتو انه غادي يتشافى ويتحسن، ومن بعد 6 سيمانات مات. فين هي دابا قوة التفكير الإيجابي والتوكيدات الإيجابية؟ عرفتي تخيلتو هكا كيتعاطى اللي كتقول لينا على، قال له مزيان بديتي كتسول أسئلة عميقة. قال له أنا بغيتك ما تاخدش هضرتي في اتجاه واحد، حيت إلا بدينا كنتناقشو غنوصلوا لأنك يا غتجرب هضرتي يا غتنكرها، ولكن خليني نشرح ليك وحاول تستوعبني. شوف هادي، وحاولوا تستوعبوا هادشي اللي غنقول. الشخص اللي عنده إيمان يحرك الجبال ومات من بعد 6 ديال السيمانات، شكون اللي قال لك انه ما حركش الجبال في هاد 6 ديال السيمانات اللي كان عايش فيهم؟ وشكون اللي قال لك انه في اخر ساعة ما اختارش انه يموت وقال بارك عليا، وانه بغى يموت باش يجرب مغامرة جديدة؟ سي بوغ سا علاش ما عمرنا ما خاصنا نحكمو، حنا ما عمرنا ما كنعرفوا الروح ديال الشخص الاخر شنو باغا تبروفي ولا شنو باغا دير. ندخلوا السوق راسنا، راه كنجيو حنايا واحد طرات له شي حاجه ولا دار شي حاجه كنجيو ببساطه دار هكا مسطي لا ما كانش خصو يدير. من نحن وحنا عرفنا الباركور اللي دازت من الروح ديالو ولا اللي دازت من النفس ديالو وعلاش اصلا خصو يدوز من هاد التجربه. ندخلوا سوق راسنا. وهذا الكتاب ما تصوروش شحال خلاني ندخل سوق راسي، لان عرفت بصح شنو هو الحكم وكيفاش كيدور حتى كيدور وكيرجع لينا. قال له انت ما عارفش القرارات اللي خداها بينه وبين راسو، ويمكن خدا القرار قبل ايام او اسابيع وما قال حتى واحد، ولكن لازم تعرف انك السبب في هذا الشيء، حيت نتوما تخيلتوا الموت شي حاجه ما مرغوبش فيها، وما يمكنش تشوف الموت بنظره ايجابيه حيت ما باغيش تموت، وما قادرش تتخيل شي واحد يموت قدامك حتى اذا كانت الظروف الصحيه ديالو صعيبه بزاف. لكن كاينين شي مواقف الموت كيكون احسن من الحياه، والا جربتي تشوف في وجه شي واحد اختار انه يموت وكان في حاله احتضار غتقدر تشوف حاله القبول اللي هو فيها. غنوقف هنا، غنعاود لكم قصه ديال عمي الله يرحمه. عمي قال لمراتو عافاك اليوم صوبي لي العشاء، انا بغيت ناكل من كناستي، انا اليوم بالليل غندير كناستي. عيط ليا على الشهر كامل حيت كان في الجبل في الشمال. قال لها عيط ليا على الشهر كامل. تخيلوا معايا، داتو على قد عقلو، قالت صافي ما خاسره والو، صداقه نعيطوا الناس سي با غاف صافي تعشاو. شوفوا العشاء داز تكركير وكيعاودها لهم في العشاء كيقول لهم شوفوا انا راه اخر عشاء عندي معكم، صافي انا راه غنمشي، انا فرحان انا مزيان انا هادي. حتى هما كلهم بداو على قد عقلو عادي تعشاو سالاو. في الفجر قداموا الامانه امانته. كيفاش؟ ما عمرك ما غتفهم. مات، ما عمرنا ما غنفهمو. قال له ما عمرك ما رديتي البال انه كاينين اشخاص كيموتوا من بعد ما عائلتهم كتخرج من البيت اللي هو فيه، وكيقولوا لعائلتهم خرجوا وخليوني الناس وغدا نتشافوا، وغير كيخرجوا من البيت كيموت. هذه بصح كتوقع. اما اذا كانت عائلتهم معاهم وقالوا لهم بغينا نموتوا فما غاديش يخليوهم، وغيقولوا لهم ما تخليوناش بوحدنا، بقاو معانا وما تقولوش هكا. سي فغي. قال له انت عارف مهنة الطب كتقاتل باش تخلي الناس على قيد الحياة، حيت الموت كيعتبروه فشل في خدمتهم.
لكن الروح كتشوف الموت راحة لها وتحرر من الجسد. بارتية عميقة، ركزوا معايا. الإنسان الواعي عارف أن الموت يعني غيمشي يعيش حياة جديدة. الموت كيكون قرار ديال الجسد والعقل والروح مع بعضياتهم، والروح هي مولاة القرار. وحتى إلا كنتي حياتك كاملة وانت كتعتقد بأنك الجسد ديالك أو العقل ديالك بأفكارك، لكن في الوقيته ديال الموت غادي تكتشف حقيقتك. لكن بعض المرات الجسد والعقل كيرفضوا قرار الروح، وهادو هما اللي كيكونوا صعيب يسمعوا للأرواح ديالهم. طبعا كاينين قليل منكم اللي كيسمعوا للأرواح ديالهم. وفاش الروح كتاخد قرار الموت والعقل ما باغيش، العقل كيطلب من الجسد أنه يقاوم الموت، والجسد هادشي اللي كيدير حيت حتى هو رافض قرار الموت. ورغبة العقل والجسد كيلقاو تشجيع خارجي من العائلة. تتأملوا هاد لابارتي، عاودوها. وكيلقاو تشجيع خارجي من العائلة والصحاب اللي دايرين به، ويجي قرار الروح واش تتمسك بالقرار ديال الموت. وإلا ما كانتش فيها رغبة قوية، زعما الروح ما عندهاش رغبة قوية في الموت، فكتقول للجسد يا الله غنخليك مازال غندير معاك زوين، ولكن راه ماشي بزاف. اما الى الروح كانت الرغبة ديالها قوية في الموت فما كاينش اللي غيوقفها. الهدف ديال الروح هو التطور، وهذا هو الهدف ديالها الوحيد، وما عندوش علاقة بالإنجازات ديال الجسد وتنمية العقل. ركزوا، الروح كاع ما كتعترف بهذا الشيء، وهي عارفة أن الوجود ديالها في الجسد مأساة كبيرة بالنسبة لها. انت خاصك تكون عارف أن الروح كتشوف الموت بشكل مختلف، وحتى الحياة كتشوفها بشكل مختلف. وهذا هو سبب الإحباط والقلق اللي كتحسوا به فاش ما كنسمعوش للروح ديالنا. باردون. هو يقول له نيل، وكيفاش غادي نقدر نسمع للروح ديالي إلا كانت بهذه الأهمية؟ قال ليه باش تسمع للروح ديالك مزيان، أول حاجة خاصك ما تبقاش تحكم عليها. ويقول لي النيل واش أنا كنحكم على الروح ديالي؟ كيفاش؟ قال ليه انت دايما كتحكم عليها. انت دابا كنتي كتحكم على راسك فاش كتحس بالرغبة في الموت، وكتحكم على راسك في الرغبة ديالك في الحياة اللي انت عايشها. بقيتي كتحكم على راسك فاش كتكون باغي تضحك أو تبكي، باغي تربح أو تخسر وما باغيش تخسر، وحتى فاش كتبغي تجرب الفرحة والحب. وهذه هي أكبر نقطة عندك. ويقولوا نيل أنا كندير هادشي كله. قال ليه فاش وليتي تحرم راسك من الفرحة وتعتبر أن فاش كتحرم راسك فهذا أمر إلهي، هذا حب. وفاش بديتي كتشوف أنك فاش غادي تحتفل بالحياة فهاد الشي ماشي غرض سماوي، وأنك تنكر الاحتفال بالحياة وما تعتبروش مزيان، فهذا حتى هو حكم. هو يقول ليه نيل يعني هاد الشي اللي كنقول خايب؟ هو يقول ليه لا خايب لا زوين، هو إنكار. وإذا حسيتي بالرضا وانت كتنكر راسك فهاد الشي كيخدم العالم ديالك ومجتمعك وكتسميه حاجة مزيانة. وإذا كنتي كتحس بالألم غادي تسميه حاجة خايبة. وحياتك كاملة وانت كتنكر كل شيء، وما قدرتيش يكون عندك قرار خاص بك، حيت ديما كتقول لراسك شنو خاصني ندير وشنو ما خاصنيش ندير على حسب رغبات المجتمع ديالك. ومن بعد كتبدا تسول راسك علاش انا ما حاسش بالرضا. غنوقفوا هنايا، غنعطيكم المثال بسيط وسطحي وعادي. نهار اللي وليت كنتصنت لراسي، انا شعري كان ديما فيه القشره، داك القشره الغليظه ديال البيبي. شوفوا ما خليت ما درت لها،
اين الطبيب الجلد، اين ديركوس، اين شوفوا داكشي التريتمون ديالو وصل حتى مع ديال 5000 درهم، داكشي ما بغاش يتحيد. علاش كنت ديما كنسمع ان الشعر ما خصوش يتغسل بزاف، ماكسيموم 2 مرات في السيمانه. نهار اللي سمعت لراسي وبقيت كنغسلو يوميا ما بقى عندي حتى مشكل في شعري، حيت سمعت الخبره ديالي انا، سمعت الجسد ديالي. سا فو با دير كو كلشي خاصو يغسلو يوميا، مي انا تجربتي فاش سمعت ليها لقيت شعري خصو يتغسل يوميا. يعني ما كايناش قاعده، راه سبحان الله. شوفوا هذه راه طرات ليا في 60,000 حاجه، ماشي غير في هذه. راه فاش كنتصنتو لراسنا بصح عاد كتبقى تحس بالرضا، بصح عاد كتبقى تفهمك، حيتاش ما كايناش قاعده ديال هاد الحاجه كتجي مع كلشي ولا الطريق الصحيح 1+1=2، كل واحد وطريقه. سي بور سا علاش حنا البصمه ديالنا مختلفين، باش كل واحد يفهم هذا الروح، يفهم راسو، يتصالح مع راسو. المهم تحمست نكمل. اول حاجه خاصك ديرها باش تسمع للروح ديالك مزيان هي ما تبقاش تحكم عليها في اي حاجه، وخصوصا راسك. شوف الرغبه ديال الروح ديالك شنو هي وسير معاها، حيت الرغبه ديال الروح كتكون اعلى شعور بالحب تقدر تتخيله، وهذه هي الرغبه ديال روحك والغرض ديالها. الروح ما باغاش المعرفه، الروح باغا الشعور، حيت هي عارفه كل شيء. ولكن المعرفه حاجه نظريه، اما الشعور كيكون نتيجه التجربه. والروح باغا تحس براسها، يعني باغا تعرف راسها عن طريق التجربه ديالك الخاصه. واعلى شعور تقدر توصل ليه هو انك تجرب الوحده ديالك مع اي حاجه كاينه. هذه هي اعظم حقيقه اللي باغا تحسها الروح ديالك، وهذا هو شعور الحب الكامل. هاو هاد النقطه غيشرحها مزيان. الحب الكامل هو اللون الأبيض. الناس حب لها أن اللون الأبيض هو غياب الألوان كلها، ولكن الحقيقة هو أنه يحتوي على الألوان كلها. فاللون الأبيض هو الألوان كلها مجموعين مع بعضها. وحتى الحب ماشي هو ناري. شو هاد النقطة، وو ركزوا معايا، تحمست. وحتى الحب ماشي هو أن الكراهية ما تكونش، أو الغضب أو الشهوة أو الغيرة أو الطمع، لكن الحب هو أن هذه المشاعر كلها مجموعة مع بعضها. وعلى هكا الروح باش تجرب الحب الكامل كان لازم تجرب كل شعور إنساني. حيت كيفاش تقدر تتعاطف مع شي حاجة وانت ما عارفش شنو هو التعاطف بشخ، وكيفاش تقدر تسامح شي واحد وانت ما جربتيش فعايلو من قبل. على هكا اختاريتي تسامحو. فالرحلة ديال الروح ديالك انها تجرب وتفهم وتعيش النقائض اللي حنا كنرفضوها، النقائض كلها، باش تختار خيار اللي يناسبها. فكيفاش الروح ديالك تعرف الارتفاع إلا إذا عرفت الانخفاض؟ وكيفاش تعرف اليسار إلا إذا كانت في اليمين؟ وكيفاش تعرف السخونية إلا إذا جربت البرودة؟ وكيفاش غتكون خير إلا ما جربتش الشر؟ الروح باش تجرب العظمة ديالها كان خاصها تجرب اللي ماشي عظيم. على هكا الروح كتجرب كل النقائض. وسبحان الله، رب بصح باش غنعرفوا السعاده الا ما دزناش من التعاسه؟ باش غنعرف راسي طويل الا ما شفت واحد قصير؟ باش غنعرف قيمه الفلوس الا ما دزتش من ما عنديش فلوس؟ سبحان الله. بصح راه النهار اللي كنتقبلوا النقيض كتجربه عاد كنفهموا النقيض المزيان ديالو، حتى كنتقبلوا النقيض الخايب. وما تحكمش على حتى شي حاجه، بالعكس هي كتبارك اي حاجه حيت كتشوف فيها راسها. الوظيفه ديال الروح هي انها تختار العظمه ديالها وتختار افضل نسخه ديالك، وهذه مهمه كبيره وكتحتاج لحيوات، حيت انت ديما نعم متسرع في الاحكام ديالك، ودايما كتصنف ان هذا خايب وهذا زوين، بلاصه ما تبارك اي حاجه واخا ما غاديش تختارها. انت فاش كتشوف شي واحد ما اختارش داكشي اللي بغيتي فانت كتهاجمو وكتدابز معاه. واذا كان شي واحد متبع شي ديانه
ماشي ديالك فانت كتوصفو انه غلط. والا هو مؤمن بفكره وانت ما مامنش بها فكتضحك عليه وكترفضها وكتعلن انه كيخربق. وانت هكا باغي تصنع كون فيه جهه وحده، وما غاديش تقدر دير هكا، حيت ما غاديش تقدر تفهم نص ديال الحقيقه الا رفضتي النص الاخر. هو يقول لي نيل واو على معلومات عميقه بزاف وخاصني نعاود نقراهم. حتى نتوما وحتى انا راه هادشي راه كنعاودو انا راه من 2020. المهم تقراهم باش تستوعبهم، حيت هادشي ما عمرني ما سمعتو. بحال فاش قلتي اننا نبغيو حتى الاخطاء باش نفهمو داكشي اللي صحيح، ايوا على هكا وحنا غنعنقو الشيطان حسن. هو يقول ليه ما كاينش داك الشيطان اللي كتخيلوه نتوما، وانا غنجاوبك بالمصطلحات ديالك. عملية الشفاء هو عملية قبولك لكل شيء، لكل الاختيارات اللي درتي، ومن موراها تختار شنو هو الافضل ليك. شكرا جزيلا على المتابعة، فيديو اخر ان شاء الله.